انت مثلا لما يجي المريض يجز سواء هو صاحي او هو نايم، وهو نايم بالذات الجز على الاسنان ده بيعمل يعني تآكل في طبقه المينا نفسها، اللي هي الطبقه الاولانيه في الاسنان اللي هي ما بتحسش بالسخن وبالساقع. تمام. الطبقه دي لما تتآكل هي ليها سمك معين، بيبدا المريض يحس بالساقع قوي، لان الطبقه بدل ما ليها سمك معين بيقل، فيبدا يكشف الطبقه اللي تحتها. فلما نكشف عليه بنلاقي السنان نفسها كلها سليمه جدا، بس في تآكل جامد. حتى الضروس بنلاقي اكنها فيها حفر، بنلاقي فيها اكنها حفر من كتر ما هي متاكله. الحفر دي نتيجه تآكل طبقه المينا ممكن تعمل تسوسات مع الوقت، لان المينا لما بتكون كتير تقاوم شويه في التسوس، انما لما تتاكل خالص بسهوله الضروس بتسوس، فبتظهر حساسيه اسنان. الحاجه الثانيه ان المريض نفسه عضلات الفك بتكون قافشه، مش قادر، زي ما انت تمشي على رجليك كتير وفجاه تلاقي السمانه راحت قافشه معاك، تصحى من النوم على عضله شد عضله في رجليك، او انت بتعوم وجالك شد عضله في رجليك، نفس الفكره. انت بتجز على اسنانك جامد جدا، فالجز على الاسنان ده ممكن يعمل لك ايه، يعني تنشنه او زي اكنه شد عضلي في عضلات الفك، مش قادر تفتح بقك، مش قادر تحركه. الحاجه الثالثه اللي على المدى البعيد برضو مع الجز ده كتير، بيعمل تآكل في عظم الفك اللي هو ماسك السنان، فبالتالي بيحصل تآكل في اللثه اللي هي مغطيه العظم، فبالتالي على المدى البعيد بتلاقي السنان بتلخلخ وتروح واقعه مع الوقت. فدي مشاكل الجز نفسه. طب ايه حلوله؟ الجز على الاسنان ده هو بيحصل وانت نايم او انت صاحي، وهو نايم اكتر ومشاكله اكتر. عشان تحل الموضوع ده من جذوره انت محتاج تروح لدكتور نفسيه وعصبيه، وانا ما انصحكش بده، لان